اتفرجت على اكتر فيلم رعب عامل ضجة في العالم كله دلوقتي، تريفاير الجزء الثالث. الفيلم بيتعرض حاليا في السينمات المصرية، وبالمناسبة ده اول جزء في السلسلة ينزل هنا في مصر، لان اساسا السلسلة دي كانت ممنوعة من العرض بسبب كتر الدموية والعنف الزيادة اللي بيبقى موجود في الافلام. فيا ترى بعد ما شفت الجزء الثالث فعلا دموي ويستاهل كل الضجة دي؟ ده اللي انا جاي اتكلم عنه في حلقة النهاردة. تريفاير 3 هو فيلم رعب سلاشر. طبعا قبل ما تتفرج على الفيلم لازم تبقى شفت الجزء الاول والتاني، ومن بطولة ديفيد هارت سيرتون ولورين لافيرا وإليوت فيلم، ومن تأليف وإخراج داميان لين، وده برضه اللي عمل الجزء التاني. قصة الفيلم بتدور بعد مرور 5 سنين من نهاية أحداث الجزء التاني. بيرجع أرت زاكلاون لمقاطعة مايلز علشان يهاجم مرة تانية سيانا وأخوها جوناثان، وهم بيستعدوا ليلة الكريسماس. فيا ترى هيقدروا يقضوا عليه المرة دي؟ ده اللي بنكتشفه خلال الأحداث. طيب تمام، نخش في المميزات. متأكد مليون في المية إن اللي بيتفرج على الحلقة دلوقتي وفي نفس الوقت من عشاق سلسلة تريفاير عايز يعرف هل فعلا الجزء التالت دموي ويستاهل إن هو يدخله سينما، ولا يوفر فلوسه ويتفرج عليه في البيت أحسن. أحب أقولك إن أنا استمتعت جدا بالفيلم كواحد بيحب النوعية دي من الأفلام. كمان أنا عملت حركة حلوة قبل ما أدخل الفيلم، قبلها بيوم على طول اتفرجت على الجزء التاني علشان أفتكر الأحداث، وفي نفس الوقت علشان لما أخرج من الجزء التالت ابقى قادر اقارن انهي جزء فيهم الدمويه فيه كانت اعلى. ومش هتصدقوا ان لحد دلوقتي انا مش عارف اجاوب على السؤال ده، لان انا شايف ان الجزئين بنفس المستوى. الجزء التاني كان فيه مشاهد دمويه صعبه قوي، والجزء التالت نفس الكلام. مثلا من المشاهد اللي عجبتني في الفيلم افتتاحية الفيلم، تقريبا دي اقوى افتتاحية في السلسلة بشكل عام. الفيلم هيدخلك على طول في اجواءه. سيبك كمان من الاحداث كلها وركز لي على اخر تلت ساعة لما بيحصل المواجهة ما بين أرت زاكلاون وسيانا. هنا جرعة الدموية بتكون واصلة لأعلى مرحلة، فأنت جهز نفسك إنك هتقعد تتفرج لمدة ساعتين وشوية على مشاهد دموية بشعة. كل أنواع العنف اللي ممكن تخطر على بالك موجودة في الفيلم ده. فأنا مش محتاج أنبه إن أي حد بيقرف من منظر الدم أو ما بيحبش النوعية دي من الأفلام، الفيلم ده طبعا مش ليك خالص. Even if he was alive, which he isn't, wouldn't you want to get as far away from here as possible, as far away from you? We both know this isn't over. تاني ميزة الإخراج. برافو المخرج الفيلم على الجزء التاني والتالت، لأنه قدر ينقل السلسلة لمنطقة تانية خالص، لمنطقة تخلينا نقول إن سلسلة تريفاير بقت من أقوى وأفضل السلاسل الدموية في تاريخ الأفلام. حاجة كده عاملة زي سلسلة سو اللي هي تعتبر التوب في النوعية دي. كمان عندنا سلسلة سكريم وسلسلة تشاكي، الناس الجميلة اللي ورايا دول. فتقريبا مخرج الفيلم قبل كل جزء بيقعد مع نفسه يفكر ازاي هيصدم المشاهد، ازاي هيقدم لنا مشاهد دموية وطرق قتل تخلينا قاعدين متفاجئين واحنا بنتفرج. يعني حتى لما بحثت عن المخرج علشان اعرف ايه اعماله اللي فاتت، لقيت ان هو ما عملش اي حاجة غير تريفاير 2 و 3 بس. فانا متأكد ان الراجل ده خلال الفترة اللي جاية هيعمل افلام رعب كتيرة جدا وهتكسر الدنيا. كمان برضو من وجهة نظري ان اللي بيساعده في انه يطلع حاجة كويسة هي ميزانية الفيلم. الجزء الأول من السلسلة ميزانيته كانت 35 ألف دولار، وطبعا ده رقم ضعيف جدا كميزانية الفيلم. الجزء الثاني ميزانيته كانت 250 ألف دولار وحقق إيرادات 15 مليون دولار، والجزء الثالث ميزانيته 2 مليون دولار. أكيد أنت ملاحظ إن كل جزء إحنا بنعلى بالميزانية، ولما كل جزء البادجت بتاعته بتعلى ده بيخلي المخرج يطلع كواليتي أحسن وأفضل. وده كان واضح جدا سواء في الجزء الثاني او في الجزء الثالث. من اهم وافضل ايجابيات السلسلة دي هي انك بتشوف مشاهد دموية واقعية جدا، مشاهد دموية تخليك كده منبهر وعايش المشهد بكل تفاصيله. تالت ميزة الاداء التمثيلي، واللي كان جيد من البطلين لورين لافيرا وإليوت فيلم. ادائهم كان كويس زي الجزء الثاني، ولكن اكتر حد بيعجبني تمثيله في السلسلة دي برغم ان هو ما تكلمش ولا كلمة، ارت زاكلاون. بيعرف بالتمثيل الصامت بحركاته ورياكشنات وشه يدخلك في اجواء الفيلم، وممكن كمان يضحكك في بعض اللحظات
شوف يضحكك برغم كل اللي بيعمله ده، ودي حاجة حصلت في الجزء الثالث. فبصراحة الممثل ده شاطر جدا في انه ما بيتكلمش ولا كلمة، بس بيقدر يوصل لك كل مشهد وبيقدر يوصل لك كل الاحاسيس اللي انت المفروض تحسها وانت بتتفرج. واخر ميزة موجودة معانا هي الموسيقى التصويرية، كانت حلوة جدا وكانت ماشية مع الاحداث واجواء الفيلم الجميلة. وبس كده المميزات خلصت، نخش في العيوب. على الرغم من ان سلسلة تريفاير كل جزء بتبهرنا بجرعة الدموية اللي بتقدمها، الا ان نفس المشكلة موجودة خلال الثلاث اجزاء، وهي القصة. اي فيلم بيدور عن سيريال كيلر او قاتل متسلسل دايما بنبقى عارفين قصته، ليه بيعمل كده وايه الحاجات اللي حصلت له علشان يوصل للمرحلة دي. ولكن سلسلة تريفاير على مدار الثلاث اجزاء احنا مش عارفين قصة ارت ذا كلاون. مين ده؟ ليه بيعمل كل الكلام ده؟ وليه بيقتل الناس بالطرق البشعة اللي احنا بنشوفها؟ محدش يعرف اي حاجة، وما خدناش ولا معلومة عن الشخصية دي خلال الثلاث أجزاء. نسيبنا مثلا من الشخصية دي ونروح لشخصية سيانا اللي هي ظهرت في الجزء الثاني، وبنشوف إن الشخصية دي هي الشخص الوحيد اللي يقدر يقضي على أرت ذا كلاون. طب اشمعنى هي؟ وإيه قصة السيف وقصة أبوها اللي ظهر في بعض المشاهد في الجزء الثاني، وبالمناسبة ظهر برضه في الجزء الثالث بس مش عارفين قصته؟ واشمعنى السيف ده هو اللي يقدر يموت ارت ذا كلاون؟ هل مثلا السيف ده فيه قوة الهية؟ ما تعرفش اي حاجة. الفيلم بيفضل يديك في اسئلة وانت بتبقى على امل ان هو يجاوبك عليها، وتلاقي ان الفيلم خلص ومفيش اي اجابات على اي سؤال. فالسلسلة اعتمادها الاول والاخير ان هي تقدم لك مشاهد دموية بشعة، انما انت لو جيت تبص على القصة والسيناريو لا، في فجوات كتيرة جدا. زي ما انا بقول لكم احنا بعد 3 اجزاء لسه مش عارفين قصة ارت ذا كلاون. الله اعلم بقى هنعرفها في الجزء الرابع ولا برضه هنستمر على نفس الموال ده. وبس كده العيوب خلصت، نخش على التقييم النهائي. تقييمي لفيلم تريفاير الجزء الثالث هو 7.5/10. نصيحة للي لسه ما شافش الفيلم، استغل فرصة ان هو موجود في السينمات وادخلوا سينما، بلاش تتفرج عليه في البيت. الفيلم ده بالذات ادخلوا سينما علشان تستمتع بكل دقيقة موجودة في الأحداث. وطبعا اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات وتوقعاته كمان للجزء الرابع. ورب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشاروا الحلقة في كل مكان واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. ألف شكر على المشاهدة، أشوفكم على خير، سلام.